ورموه في الحقيقة. ما هي مش قصه اصلا، هو الحقيقه ده قصه سيدنا يوسف حقيقه. رموه في البير. رموه في البير. وفي ناس جايين لقوا عيل نزلوا يشربوا من البير، لان الاول كانوا بيشربوا من الابار، ما كانش فيه طرمبات وميه زي دلوقتي. نزلوا يشربوا فلقوه، فقاموا واخدينه عاملينه زي بضاعه كده، قال لك نتاجر فيه ونبيعه. فباعوه من اللي اشتراه. اخو سيدنا. لا، اللي اشتراه مين؟ الملك. ملك مين؟ ملك مصر. مصر. هو لسه عايش ولا مات؟ لا، سيدنا يعقوب مات. قصة سيدنا موسى لما هو حدف العصاية في نص البحر والبحر اتشق. وهم عدوا وسيدنا موسى عدى، وما الملك جه عدوا كفار فرعون والكفار بتوعه، البحر رجع زي ما هو تاني. وربنا قال لسيدنا موسى: يا موسى اضرب بعصاك البحر، انقسم البحر، اتفتح نصين وعدى، والبتاع رجع تاني. والكفار كان جسمه كله على وش البحر، ماتوا كلهم الا فرعون عام على وش البحر، وربنا جسمه كله موجود لغايه دلوقتي، وربنا جعله عبره للناس كلها عشان الناس تتوعظ منه. يعني لسه موجود لغايه دلوقتي. يعني في البحر. يعني مثلا انت لما تشوف واحد متعذب او واحد يعني وحش، مش بيقول لك لا انا مش عاوز ابقى زيه. هو نفس الحاجه. هو لسه موجود. لسه موجود في مصر في المتحف. ميت. هو ميت بس الجثه بتاعته موجوده. ما حدش شاله من الميه وحطه في ما هم شالوه وحطوه في التابوت وموجود لغايه دلوقتي. يعني احنا عادي نروح نشوفه؟ عادي. هو فين؟ في المتحف. يعني في مصر؟ في القاهره. طيب دلوقتي بقى ايه؟ طب القوم سيدنا موسى لما خرج من البلد بتاعته هو خايف وراح قاعد تحت الشجره، لقى ايه؟ ناس بيشربوا قفلوا البيت وكان قوي، وفي اتنين بنتين كانوا رايحين يشربوا فما عرفوش يشيلوا البيت، فبعدين شالوا الحته ديت يا مريم اللي حافظاها. لا، شال البير شال لهم الغطا وشربوا، وبعد كده فراحوا وقالوا لهم يعني الحاجات دي، وبعدين فبابا قال لهم واحده منهم تروح تندهر، فبعدين فواحده راحت تندهر، فهو لما فقال لها انت انا امشي قدامك وانت تحدفي طوبه وانا امشي اخش كده اي حاجه. يعني ما احود انت تحدفي له طوبه في الحته اللي انا احود فيه، اعرف اللي انت عاوزاني احود الناحيه. وبعدين بقى راحوا لابوهم وابوهم قال لها تتجوز واحده من دول تقعد معايا 8 سنين تخدمني 8 سنين. لو كملتهم 10 دي مني دي. من عندك دي. شاطره يا مريم. طب بعد ما سيدنا موسى هم لا بيبقوا في قصص الانبياء بيكونوا نور، لان اصلا مفيش بني ادم يقدر يمثل نبي. يعني هم دول يعني مفيش واحد يقدر يمثل نبي. يعني مفيش واحد يقدر يشوف النبي خالص. لا، اللي شاف النبي كان ايام ما كانوا موجودين الانبياء والرسل، لما كانوا موجودين كان الناس شايفينهم. احنا ما كناش موجودين. احنا ما كناش موجودين، بس مفيش حد يعرف يمثل الشخصيه دي. لا، النبي سيدنا محمد مات من زمان. الانبياء اخر نبي جه كان سيدنا محمد، هو ختم الانبياء والمرسلين. حتى برضك في الدين عندنا سيدنا ادم. بابا ما انت مش عارفه مين ابونا؟ ومن ستنا اسماء. حواء. طب ذات النطاقين مين؟ ستنا اسماء. طب ذات النطاقين ليه؟ سبب ذات النطاقين ليه؟ لانك بتغطي الاكل بالجلابيه. طب بتغطي الاكل بقى بتوديه فين؟ لسيدنا ابو بكر وسيدنا يوسف. لا، لسيدنا محمد وسيدنا ابو بكر. ليه بقى؟ كانوا مستخبي، كانوا قاعدين فين؟ في كهف. في الغار. وكان لما الكفار كانوا بيطردوهم، ما هو كهف، وكانوا كفار عاوزين يقتلوا سيدنا محمد، وخرج الهجرة هو ابو بكر. خرجوا مدينة اسمها مكة. خرجوا من مكة للمدينة. ماشي، يلا نكمل بقى الفيديو المرة الجاية.